ألو. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. طبعا، يعني بقالنا فترة مش فترة كبيرة يعني ولكن نتيجة الشغل والظروف فالواحد بيتوقف عن اللايف، ولكن الأساس أو الفكرة بتاعت اللايف عندنا هنا على البيج هو إن إحنا نقدم فاليو للناس. فمهم جدا انه هي الاستمراريه طبعا، ولكن بتبقى ظروف كده الواحد ما بيقدرش يعني يقدر عليها، ولكن هنفضل مستمرين في القاعده الاساسيه، وهي الحريه الماليه. كلنا بنسال ايه هي الحريه الماليه، او انا عايز اوصل للحريه الماليه. السؤال حلو وما فيش كلام يعني، ده ما فيهوش خلاف يعني زي ما بيقولوا كده. ولكن في الحقيقة الحرية المالية عشان توصل لها موضوع محتاج ان انت يبقى عندك خطة، عندك بلان. ما ينفعش ان انا عايز اوصل للحرية المالية وبس كده وخلاص. فكان الاساس في الفاينانشال ليترسي اللي احنا اتكلمنا فيها، وكان يمكن المثلث ظاهر عندكم على الشمال. 3 جوانب لمثلث الفاينانشال ليترسي او المعرفه الماليه، معتمد على 3 حاجات: الانكم، الاكسبنس، والمايند سيت، تفكيرك ازاي. وده كله بيؤدي او بيودي على انه في كاش كول، في فلوس داخلالك، وبالتالي بتروح للمرحله اللي بعد كده، وهي ان انا استثمر الفلوس دي ازاي. وهي دي النقطة اللي احنا بنتكلم عليها، وده اللي هيوديك للحرية المالية. طيب، هي كلمة الحرية المالية يعني في الحقيقة هي كلمة كلنا نتمناها، كبيرة شوية، ولكن برضو هيظل خلينا في شعرة كده ما بين الحرية المالية وما بين ان هل انا هفضل محتاج للفلوس؟ الاجابة طبيعي، مفيش احتياج. فاذا طول ما انت مش محتاج للفلوس مفيش حرية قوي. ولكن خلينا ناخد الحرية المالية دي من منظور تاني، من فكرة تانية، وهي انه دايما انت تبقى في حالة راحة نفسية، دايما عندك غطاء مالي، دايما عندك كفر، دايما مرتاح نفسيا ومرتاح ماديا. وانا بربط ماديا ونفسيا دي مع بعض جدا، لان كنت من ضمن المثلث بتاع الفاينانشال ليترسي هو المايند سيت. انت يبقى عقلك رايق ازاي، عقلك مرتاح، وبالتالي بتقدر وعقلك مرتاح تقدر تفكر كويس، تقدر تشتغل على او تاخد قرارات بطريقة كويسة، بطريقة هادية. عشان كده اصبح مهم جدا ان انت عشان توصل للحرية المالية او توصل لنموذج او نتيجة. وهو ده دايما اللي انا بقوله، انه دايما الطريق بيودي لنتائج. طبيعي جدا. عشان توصل للنتيجة المرضية، يعني خلينا نقول انه مفيش صح وغلط، لان اللي انا بقوله او اللي هقوله دلوقتي
هو تمبلت او نموذج عام. طيب انا محتاج اعمل ايه؟ انا محتاج اخد من النموذج ده اللي يتوافق مع حياتي، يتوافق مع شخصيتي، مع اسلوبي، يتوافق مع طريقة حياتي، يتوافق مع مصدر الدخل بتاعي، نوعية مصاريفي، الأسرة لو أنا ما عندي أسرة إيه الأسرة اللي أنا بعولها ومهتم بيها، إيه احتياجاتي، إيه طلباتي. فاللي أنا بقوله ده تمبلت عام، يعني ده نموذج عام كده، ولكن أنت محتاج إن أنت تاخد منه عشان تطبق. طيب الفاينانشال ليترسي، المعرفة المالية، هو سلوك حياة. يعني حضرتك لو عايز توصل للحرية المالية، عايز توصل انه يبقى يعني دايما بقولها انه انت كشخص انت مؤسسة تهدف الى الربح، مش تهدف الى الاستهلاك. ما تهدفش الى ان انت مستهلك على طول الخط، لا 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 خالص. لازم تهدف الى الربح. ليه تهدف الى الربح؟ لان طبيعة الحال او طبيعة الخطوات في حياتنا وفي سنواتنا، وكنت عملت اللايف ده اعتقد من حوالي اسبوعين او 3، في انه انا محتاج ان انا اعمل ميجرمنت، اقيس حياتي كل 10 سنين، من 7 ل 10 سنين محتاج ان انا اقيس حياتي، اعمل لها تقييم، انا فين ورايح فين. من ضمن ده طبعا في كل بنود حياتك، في كل بنود حياتك، لو في الكارير، لو في العلاقات، لو في البيزنس بتاعك. مفروض انه من 7 سنين ل 10 سنين ان انت تعمل ايفالويشن، تقيم نفسك، هو انا ايه اللي حصل في ال7 10 سنين اللي فاتوا، وايه اللي انا محتاج اعمله في السنوات اللي جايه. منها ومن ضمنها والاساسي بتاعها هي الفلوس. يعني ما فيش كلام. فالفلوس ايه بقى؟ في الفلوس بالظبط يا استاذ انس؟ يعني في الفلوس في الحقيقه انت مهم جدا ان انت تبقى عارف هتتعامل مع الفلوس ازاي. وانا بقول لما بقول في الفاينانشال ليترسي، في المعرفه الماليه، انه هي مهمه للاشخاص قد ما هي مهمه للشركات والسمول بزنس اونرز. يعني اي حد مهتم او محتاج او اساسي يكون عارف عن الفاينانشال ليترسي. طيب خلينا نتنقل من الفاينانشال ليترسي، لان الفاينانشال ليترسي انا شرحتها خلال اللايف، الحلقات اللي فاتت. وانا دايما بقول الحلقات لان بلاش كلمه اللايفز واس الجمع دي، ولكن في الحلقات اللي فاتت انا شرحت مثلث الفاينانشال ليترسي وبالتفصيل، تقدر تلاقي الحلقات بتاعته على الفيسبوك بيج بتاعتنا. طيب اللي انا بقول عليه بقى، استعمل المعرفة المالية اللي انا عرفتها دي ازاي؟ يعني احطها على ارض الواقع ازاي؟ مهم جدا، مهم قوي، ضروري تعمل فاينانشال بلان، تعمل خطة مالية. والخطة المالية بقى هنقعد نقول انها طويلة الاجل وقصيرة الاجل. خلينا ابسطها لك، يعني خلينا ناخدها ببساطة كده. عشان النهاردة تعمل فاينانشال بلان، وطبعا يعني في اسئلة كتيرة جدا بتقع في الحتة دي، هو ابدا منين وابدا ازاي، وهو اللي فات ده عمل ايه؟ ما احنا قلنا خلاص، احنا عندنا ايفالويشن، عندنا تقييم، اللي فات مات، بس نتعلم منه ايه اللي وقعنا فيه. عشان كده من ضمن اللي وقعنا فيه ان هو في حاجات مالية انا ما كنتش واخد بالي منها ومحتاج اركز عليها. فمن ضمن الفاينانشال بلان، وهي الفاينانشال بلان دي مهم جدا انها تكون مكتوبة. يعني حضرتك لازم تكتب الفاينانشال بلان دي بالارقام، مش مجرد حاجة انت بتفكر فيها في بداية السنة او في نهاية او في نص السنة، على ان طيب انا محتاج ان انا اعمل فاينانشال بلان. طيب انا محتاج في الدخل بتاعي يبقى اكس من المبلغ من المال، ومصاريفي كذا، وبس انا لازم اصرف في الحتة دي واروح في الحتة دي.
هتنام وتصحى المعلومة دي هتتبخر، الفكرة دي هتروح هتختفي. فلازم تبقى البلان بتاعتك مكتوبة ومكتوبة بالأرقام، والبلان دي تراجعها كل شهر أو كل 3 أشهر حسب الكيس بتاعتك. ليه براجع البلان بتاعتي؟ براجع البلان عشان أعرف بالظبط أنا حققت منها ولا ما حققتش، وإيه اللي أنا محتاج أعمل له تطوير او ايه اللي انا محتاج اعدله. يعني البلان دي مش فيكسد، لان احنا الامور الحياتيه اللي حوالينا صعبه جدا. الامور الحياتيه اللي حوالينا والشغل بتاعنا والمحيط الاسره بتاعنا كل دي متغيرات. فازاي هي متغيرات وانت عايز تقول لي ان البلان بتاعتك ثابته؟ نو واي، استحاله. فانا لازم اعمل ايه؟ اعمل بلان لمده 3 شهور وراجع البلان بعد ال3 شهور. هو انا حققت فعلا الدخل ده؟ هو انا بند المصاريف اللي انا صرفتها كان فعلا في الرينج اللي انا اتبعته؟ وهنا بتبدا تيفالويت، تقيم الشغل الفتره اللي فاتت. ما ننتظرش بقى لنهايه السنه، يعني ما تستناش لما زي ما بيقولوا ما تستناش لما تخرب ملطه، يعني ما تستناش للنهايه. لازم اجي كل 3 شهور واعدل واقيم الشغل اللي فات وابدا اعدل ال3 شهور اللي بعده. دي نقطة مهمة جدا قلنا عليها: الكتابة. 2، أقيم الفاينانشال بلان بتاعتي، الخطة المالية بتاعتي كل 3 شهور وأشوف أنا حققت منها ولا ما حققتش. وبعد إذنكم، يعني بعد إذنكم رجاء، ما تقوليش ما أعرفش. يعني كلمة ما بعرفش يعني كلمة مرفوضة، لان احنا قلنا دلوقتي الفاينانشال ليترسي او المعرفه الماليه هي ستايل اوف لايف، هي مبدا حياه هتعيش بيه، فهتعيش كويس وتوصل للنتائج. هتقول لي ما بعرفش اعمل وما بعرفش احوش وما بعرفش مش عارف ايه، مش مقبوله، انا اسف، مرفوضه. لان لو ما بتعرفش نتعلم، لو ما عندكش الادوات نشوف مين بيتكلم على الادوات دي ونتعلم منه ونشوف هو بيطبقها ازاي ونطبق زيها، نجرب نحاول. ما تطالبنيش بالنتائج، ما تطالبنيش بان انا عايز وفر مالي. لما انت عايز وفر مالي، عايز سيفنج، عايز مبلغ في البنك، عايز مبلغ تحوشه، وبعدين كل تركيزك على انه ما زودونيش في الشغل، ما ده البيزنس ده بتاعي ما بيجيبش قوي فانا محتاج ازود المبيعات. ايوه، هو حضرتك انا متوافق معاك ان انت تزود المبيعات، بس هو في حضرتك نظريه بتقول ان معادله السيفنج بتقول الايراد الانكم ماينس الاكسبنس المصاريف. فانت لو ما عندكش كنترول على المصاريف بتاعتك، ممكن تقول لي هتحقق المعادله ازاي؟ في بند واقع، فانت حضرتك مصر ان انا ما بعرفش اكنترول البند ده، حضرتك مصر ان انا مش عارف اكنترول البند ده. الاجابه عمرك ما بعد الايكوال ده عمرك ما هتحصل على حاجه، زيرو. فبلاش نظريه ما بعرفش، ما بقدرش، مش عارف اعملها. لان خلينا متفقين على انها الفاينانشال ليترسي زي العلاقات، زي ما كانت علاقاتك سوية مع اللي حواليك مع اسرتك، كل ما كانت علاقتك بالفلوس علاقة سوية وعلاقة كويسة، كل ما وصلتك لنتائج صح ونتائج كويسة، خليتك في الاخر مرتاح نفسيا، مرتاح البال، تعرف تاخد قرارات بطريقة صحيحة، مش مضغوط. ويمكن ده الاول بند هنتكلم فيه، وهو ان انت عشان النهارده اللي فات مات خلاص، اللي فات عدى، اليوم اللي عدى، ال 24 ساعه اللي بيعدوا ما بنعرفش نرجعهم ورا تاني، خلاص انتهينا. ولكن محتاجين نشوف ال 24 ساعه اللي بعد كده، عايزين اليوم اللي بعد كده، عايزين ال6 شهور اللي بعد كده. عشان كده انا نصيحتي ليك النهارده عشان تحط خط
الستارت بتاعتك دي، خط البداية زي ما بيقولوا، لو سمحت أول حاجة تعملها في الفاينانشال بلان قبل أي حاجة وهن إنك تلغي أو تخفض أو تقلل القيود اللي حواليك. ايه القيود اللي حواليك؟ القيود اللي حواليك هي الديون اللي انت حاطط نفسك فيها، ما بين قروض انت واخدها، ما بين كريدت كارد هو دايما كل شوية بيسحب من الفلوس بتاعتك. دايما عايز اقول ايه، القيد او الدين هو عامل زي الطوق اللي على رقبتك، هو اللي متحكم بيك يمين وشمال، هو اللي بيجريك عشان تجري ورا الاقساط عشان تلحق تدفعها. فهو طوق حوالين رقبتك، مش مديك مساحة، مش مديك مساحة للحركة، مش مديك مساحة للتفكير، مش مديك مساحة ان انت تزود الدخل بتاعك او تقلل المصاريف بتاعتك. هو عامل زي الطوق اللي ربطك ومتحكم فيك. فاول حاجة في الفاينانشال بلان لازم تركز عليها انك تلغي الدين اللي عليك. وطبعا الدين ده موجود بطرق مختلفة، اما ان انا سالف من حد فلوس، اما ان انا واخد قرض، اما ان انا مستعمل الكريدت كارد بتاعي في حاجات كتيرة جدا وشاري بيه حاجات كتيرة جدا وبيقسط، بغض النظر بقى عن نظرية التقسيط ونظرية الحرمانية وان انت بتتعامل بده هل هو شرعا حرام او لا. فدي ليها اهل الفتوى واهل العلم هم يفتوا فيها، ولكن انا بتكلم في نظرية اساسية، وهي انه ازاي تتعامل مع الدين بتاعك. ازاي ان انت محتاج ان انت تبدأ النهاردة انا بتكلم النهاردة تبدأ ان انت تعمل خطة لجدولة الدين، لسداد الدين ألف ب. يعني ما هو ما ينفعش ان انت يبقى عليك دين بره، برضو دي واحدة من النظريات، ما يبقاش عليك دين بره وفي نفس ذات الوقت حضرتك رايح تصرف فلوسك في حاجات مش محتاجها. وخليني اقول مش محتاجها، اقول ان هي يعني مش محتاجها دي بالنظرة العامة، مش محتاجها دي انت ممكن تقول انا محتاجها، ولكن لو قعدت مع منتور، لو قعدت مع فاينانشال ادفايزر هيقول لك لا، احنا ممكن نستغنى عن السفرية دي، عن شراء السيارة الفارهة دي، ونشتري سيارة أقل، والفرق ده نسد بيه دين كان موجود علينا. فإذا الفكر نفسه، تفكيرك في إنه مدى احتياجك للشيء أو عدمه موضوع نسبي، ولكن في حد أنت لازم تفكر فيها واحد وتقتنع. وthis is the one احنا اتكلمنا عليها، المايند سيت هو تفكيرك ازاي في الحاجة اللي انت بتصرف عليها، المصاريف اللي انت بتصرفها. فبناء على ده انت محتاج ان انت تمانج المصاريف، تعمل كنترول، تتحكم فيها. مش مشكلة الدين يعدي، الدين ينتظر طول ما انت مديون. خلي بالكم من حاجة مهمة قوي قوي، ومعرفش اذا كان في حد مر بيها ولا لا. احنا شايفين دلوقتي قد ايه الشركات بتعمل لاي اوف للناس، والناس بتمشي، وشركات بتقفل، اقتصادات عالمية مش اقتصاد داخلي وبس، على مستوى العالم فيه مشاكل، وفيه حاجات بتقف وحاجات بتعطل وناس بتمشي. فاذا انا مش عايزك تقف في الموقف ده، وعشان كده احنا بنتكلم على الفاينانشال ليترسي والمعرفة المالية، وازاي ان يبقى عندك معرفة بالفلوس وتتصرف فيها ازاي وتعمل فاينانشال بلان. مش عشان ان انت لمجرد المعرفة، لمجرد التوفير، انت بتعمل ده for a purpose، لغرض معين ومحدد، وهو ان دايما يبقى عندك غطاء مالي، عندك كفر، انت محمي بالفلوس. يعني بعيد عن ان احنا محميين بالله عز وجل، ولكن انت واخد بالاسباب اللي بتؤدي الى انك عندك غطاء مالي يغطي ليك لمدة 6 شهور او سنة على الاقل، لو حصل ان انت سبت الشغل او مشيت، او البيزنس بتاعك
حصل انه تعثر او حصل له مشكله، الماركت حصل له كولابس، عطل الماركت كله، عطل وقف يعني وقفنا كده، ما لا عارفين نروح لا يمين ولا شمال. لا يروح لا يمين ولا شمال، ما تعيش بقى على الدين، ما تعيش على السلف، ما تعيش على القروض، ما تعيش على ديون، ما تحطش حلقة، ما تحطش طوق في رقبتك يفضل هو اللي ممشيك وهو اللي بيحركك وهو اللي بيجبرك تروح في حتت معينة او في اماكن معينة، وتضطر تستلف تاني وتقترض تاني، وهتفضل في السايكل دي مش هتطلع منها، استحالة. فعشان ما تطلعش منها أمن نفسك، واحد زي ما بقول، واحد ابدأ اعمل خطة لجدولة الدين، للقضاء على الدين. أنا مش عايز يبقى عندي ديون، أو لو أنا عندي ديون فعلا، أو عايز إن أنا يعني أقول إيه، أخلي في حد أدنى للدين. ودايما الحد الأدنى بيبقى إنه هو حوالي 20% من إجمالي دخلك أو صافي دخلك. 20% من صافي دخلك يكون أنا بسد الدين أو القسط بتاعي، تمام؟ القسط بتاعي في حوالي من 10 ل 15% من إجمالي الدخل. تاني النهاردة لو أنا بقسط حاجة أو شاري حاجة بالقسط، فلو سمحت، لو شاري عربية بالقسط، فلو سمحت ما تخليش قسط العربية يزيد عن 10-15% من صافي دخلك، عشان ما يبقاش كل جزء الدخل بتاعك طالع في العربية دي أو في القسط ده. ده يساعدك على ايه؟ ده يساعدك على انه حتى لو حصل مشكلة، انت على الاقل عندك قدرة من المبالغ اللي انت موفرها ان خلال ال6 شهور اللي جايين انت قادر تدفع القسط. ما تخليش نفسك دايما في مهب الريح، يعني عندك مشكلة انه ده انا عايز الفلوس بسرعة. كلمة أنا عايز الفلوس بسرعة دي بتخليك في وضع دايما قلق، دايما عندك مشكلة، دايما عندك بتتحرك بخطوات غير مدروسة غير مفهومة، وبالتالي ان انت بتتحرك لتحقيق هدف منها. من ضمن على سبيل المثال لو لا قدر الله حصل حاجة زي كده واضطريت، هتضطر تعمل ايه؟ انت عايز الفلوس عشان تسد العربية على ثمن العربية بسرعة، هتضطر تبيعها، وفي الحالة دي هتبيعها بايه؟ هتبيعها بخسارة، لأن الوقت مش مساعدك وإنك ما عندكش غطاء مالي كفاية. وبما إن ما عندكش غطاء مالي كفاية، فبالتالي بتاخد حركات سريعة غير مدروسة في إنه بيعها، جابت 100 جابت 90، بيع يلا عشان نلحق ولكن في حالة إن أنت عندك غطاء مالي، عندك مخزون مالي كويس جدا، فبالتالي بتبقى قاعد ومرتاح، وعندك القدرة ان انت لا مش هقبل بالسعر ده، هقبل باكتر من كده، هقبل ب120، هقبل ب150، اقل كده مش هقبل، واقدر عندي قدرة للانتظار. عارفين نظرية التفاوض؟ انت لما بتقعد على ترابيزة تتفاوض مع حد، كل ما كنت قوي كل ما كان قدرتك على التفاوض اكتر واسرع واقوى. انت الابر هاند، انت اللي عندك السيطره. ليه؟ لان انت مش مضطر. وهو ده اللي احنا بنقوله، ان انت طول ما انت عندك ضائقه ماليه، عندك عجز مالي، فانت في حاله اضطرار، انت في حاله مضطر، انت في حاله ضعف. فبالتالي اي حاجه هتتعرض عليك وانت قاعد على الترابيزه هتوافق عليها بسرعه جدا. ليه؟ لاني انا في حاله ضعف، وحالة الضعف ده نتيجة ان انا كبلت نفسي بالقيود، كبلت نفسي بالقروض والسلف والدين. اول نقطة اتكلمنا فيها وهي اعمل النهاردة جدولة للدين بتاعك. معدل الدين بتاعك لا يزيد عن 10-15% من صافي الدخل بتاعك.
دي الفكرة أو دي النظرية أو القاعدة الأولى عشان أعمل فاينانشال بلان صح. 2، اسأل نفسك سؤال: هو أنا ليه محتاج أوفر؟ في ناس تقول لي لا أنا مش عايز أوفر، أنا أوفر دي اللي بيجي بصرفه. تمام، أنا موافق، ولكن أنت ما عندكش رغبة متوحشة كده؟ ما عندكش رغبة لشراء حاجة معينة؟ ما عندكش رغبة لتوفير، مش هقول فلوس، ولكن للانتقال من مرحلة لمرحلة، من كاتيجوري لكاتيجوري، من ستايل لستايل آخر؟ ما بتبقاش عايز تغير عربيتك وتغير البيت وتغير رغبات، بغض النظر عن الرغبات دي تختلف من شخص لشخص. في ناس رغبتها انها ممكن تحوش عشان تسافر. ليه بسألك السؤال ده؟ بسألك السؤال ده عشان تحط لنفسك دايما هدف. انا بوفر عشان هدف معين. طول ما انت فيك وراك التارجت، وراك هدف بتسعى وراه، هتسعى ان انت تحققه، وبالتالي هتسعى ان انت توفر فلوس. وتوفير الفلوس زي ما قلنا المعادلة اللي كنا بنقولها في الأول، وهي الفلوس الإنكم الداخل لك ناقص المصاريف يديك سيفنج. فبالتالي أنت محتاج إن أنت تلعب على العاملين دول، على الإنكم والإكسبنس أو المصاريف. ودول يمكن في اللايف اللي احنا في الحلقات اللي فاتت موجوده على البيج بتاعتنا، هتلاقي اللايف كامل لمده حوالي نص ساعه ولا حاجه او اقل. اللايف كامل بشرح بقى تفصيلا ازاي تكنترول المصاريف، وازاي تزود الدخل بتاعك، وازاي تشينج المايند سيت، تعدل المايند سيت بتاعك وتتكلم وتعمل له كنترول، ويساعدك ازاي للحاجه افضل واحسن. فتاني حاجه بنتكلم عليها، حط لنفسك تارجت، حط لنفسك هدف. خلينا متفقين انه الفاينانشال ليترسي او التوفير اللي انت محتاجه واللي هو انت بتحطه تارجت لنفسك، احنا كلنا محتاجينه على جميع القطاعات، على جميع الاشخاص، على جميع الجنسيات والجنس وكل حاجة. انت محتاجه ست راجل، محتاجه ليه؟ لان الظروف والدنيا لازم تعمل حساب بكرة. يعني الفكرة بتاعت او النظرية بتاعت اعمل حساب بكرة دي مهم جدا ان انت تشتغل عليها. وخلينا متفقين ان احنا في واقع دلوقتي بيقول حرفيا ان انا لو كان عندي معرفة مالية ولو كنت عملت سيفنج كانت عدت عليا السنة دي اهون من اي سنة تانية. لان السنة دي رغم قسوتها وانه في فاينانشال كرايسيس اصلا، في مشكلة مالية وازمة مالية عالمية مأثرة على العالم كله وعلى الدول وعلى الشركات ومأثرة محليا وعالميا، رغم ده الا انه في ناس كتيرة ودول عن معرفة، لانه كان عامل حسابه للحظة دي، لليوم ده، فهو مش عايش متأزم وعايش عنده مشكلة رهيبة ونفسيته تعبانة ومتضايق على طول وشايل الهم على طول، على انه ما عندوش وفر مالي. لان الناس دي عملت حساب بكرة، عملت حساب النهاردة. فرغم انه الاسعار زادت عشان التضخم واختلاف سعر العملة وكل الاحداث اللي احنا بنمر بيها، الا انه السيفنج اللي هو كان عامله غطاله الفرق ده، فعيشه في مستوى، مش هقول بومينج، ولكن في مستوى تاني، في مستوى مرتاح، في مستوى عنده القدرة انه يفكر وياخد قرارات بدون ضغوط، بدون حركات عشوائية، لانه هو مضطر انه يعمل كده.
اللي عمل حساب بكره ده اللي هو السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها ومن 3-4 سنين. وعشان كده احنا بنقول لو سمحت لما تيجي تعمل سيفنج، عندك 2 نوع من السيفنج محتاج ان انت تعملهم. السيفنج الاولاني وهو اللي يتخطى زي ما بيقولوا الشورت تيرم او قصير الاجل، اللي هو يغطي لك 6 شهور سنه. يا جماعه احنا بنصحى الصبح، ربنا يعافينا ويعافيكم كلكم انه بنصحى الصبح بنلاقي حادثه حصلت، مشكله حصلت لحد من قرايبنا، لحد من اهلنا، مشكله صحيه ومضطر ان احنا نصرف عليها ونصرف عليها جامد. اعمل حساب بكره، مادام انت عايش مرتاح وبدون ضغوط. صدقني ده مش هيحصل. يعني انت لو انت عامل استابيليتي، يعني عامل ماشي بتوازن في انك بتصرف كويس وفي المعقول، الدخل بتاعك برضو كويس وفي المعقول، هتلاقي نفسك بتعمل سيفنج معقول وكويس جدا. فبالتالي انت ماشي بطريقة عامل بالانس لنفسك، ماشي بطريقة متوازنة، وبالتالي هتخلي نفسيتك مرتاحة وحياتك مرتاحة. ومش قصدي مرتاحة بقى ان انت معانا ملايين وبنطيرها، مش قصدي كده، مش قصدي. انا قصدي بس ان احنا على الليفل بتاع المتوسط الحال ده، ان انت تعيش في حالة مرتاحة شوية، حالة بدون ضغوط، بدون قلق، بدون دين. طيب النقطة الثالثة اللي انا عايز اتكلم فيها، النقطة الثالثة اللي أنا عايز أتكلم فيها، إحنا اتكلمنا الأول في إن أنت عايز تتجدول الدين بتاعك، عايز تبدأ تتخلص من الدين بتاعك، تعمل له بلان إن أنا كل عائد شهري هيطلع أو كل فلوس هتخش لي لازم أوفر منها وأكسر الدين بتاعي ده أو ألغيه. 2 قلنا حط لنفسك تارجت عشان التوفير، ان انت توفر لمدة 6 شهور، توفر لمدة سنة، تعمل بلان لاكتر من كده. وبعدين خلينا متفقين على حاجة، بلاش البلانز، يعني بلاش الخطط الطويلة. دايما كل واحد اللي انا بقوله هنا بقول دي خطوط عريضة، تمام؟ خد الخطوط العريضة دي ودايما كاستمايز، يعني فصل على نفسك، فصل على حالك، فصل على نظام حياتك واسلوبك وطريقة عيشتك، فصل عليها عشان توصل للنتيجة. احنا مش كلنا زي بعض، مختلفين في التفكير، مختلفين في الوضع المالي، مختلفين في طريقة مصاريفنا. ولكن ما تقوليش معرفش، لو سمحت بلاش كلمة معرفش. مش هعرف اوفر، مش هعرف اعمل سيفنج، مش هعرف اكنترول المصاريف. الاجابه لا. ما تنتظرش النتيجه، ما تقعدش تقول لي انا منتظر النتيجه انهم يزودوني في الشغل. مش هيزودوك في الشغل حضرتك، مفيش زياده، بطلناها. هو صاحب الشغل كده، هي الاشغال كلها، البيزنس كله كده، اصحاب العمل كلهم كده. مش هيزودك حتى لو زودك، مهما اداك 10%، 20%، 30%، انت ستيل برضو في بند تاني وهي المصاريف. هتاخد 30% هتروح تصرفهم، هيغطوا لك المصاريف؟ مش هيغطوا، مش في اللي احنا فيه مش هيغطوا حاجة. فاذا اصبح ان انت مهم ان انت تظبط المعادلة بتاعت الفاينانشال ليترسي، المعرفة المالية، تظبط المعادلة بين الدخل اللي داخلك والمصاريف عشان تعمل سيفنج. حاجة التانية وهي قلنا حط تارجت لنفسك، انا بوفر ليه، انا عايز اوفر ليه. حط تارجت لنفسك ايا كان التارجت، يعني ايا كان التارجت. في ناس بتحط تارجت والله بتقول عشان الولاد ومصاريف المدارس ومصاريف الجامعات، انا عندي لونج بلان، انا كمان والله كمان 3 سنين انا ابني داخل الجامعة، فهشوف هدخله جامعة ايه وعايز مصاريف قد ايه، والولد ده مثلا هيقعد 4 سنين 5 سنين في الجامعة، وتشيز ان انا عايز اكس من المال.
حط بلان كبيره للي جاي كله. ما تسيبش نفسك ليه ربنا يسهل، ان شاء الله ربنا يسهل، وكلنا معتمدين على ربنا، بدون ربنا احنا ولا حاجه اصلا يعني. دي زي ما بيقولوا ايه، دي مفروغ منها يعني. مبدأ ان انا معتمد على الله صح، ولكن قال لك اعقلها وتوكل، خد بالاسباب وظبط حالك وحط بلان لنفسك، وشوف فلوسك رايحه فين وجايه منين، وبعد كده سيبها على ربنا، ربك هييسرها ويفتحها من واسع زي ما بيقولوا. تالت حاجه وهي اخر حاجه، وهي الاستثمار. دايما لو انت بتدور على الحريه الماليه، لو انت بتدور على ان انت يبقى الفاينانشال بلان بتاعتك فعلا الخطه الماليه بتاعتك خطه مثمره، خطه ناجحه، خطه توصلك للي انت عايزه، توصلك للنتائج اللي انت بترجوها او اللي انت بتتمناها. فرجاء روح بالتوفير بتاعك ده، بالسيفنج بتاعك ده، الى بند الاستثمار. رجاء انا دايما بقولها للناس كلها وبقولها للاشخاص قبل الشركات، خليك دايما شخص تهدف الى الربح، ما تبقاش مجرد مستهلك عادي. فمهم قوي ان انت يبقى الكونسبت بتاعك او الفكر بتاعك هو ده الفكر اللي انت بتدور عليه، ان انت يبقى عندك حرية مالية، يبقى عندك استثمار، يبقى عندك الاستثمار. ودايما الاستثمار بيساعدك ان هو واحد ان هو يعمل لك عائد تاني، عائد من الدخل او مصدر من الدخل تاني. اتنين، الاصول او الحاجات اللي انت بتستثمر فيها قيمتها بتزيد، فبالتالي لو احتجتها في لحظة من اللحظات، بتلاقي نفسك عندك غطاء مالي كويس جدا، وتقدر فعلا، مش هقول ان هو يعني مجرد ان هو يغطي لك مصاريفك، لا، انا عايزك دايما وانت بتعمل بلان لو سمحت اعلى بالليفل. يعني خلي البلان بتاعتك اعلى من كده، خلي الخطة بتاعتك اوسع من كده، حط تارجت، حط اهداف لنفسك اكبر من كده. كنا بنتكلم في الاستثمار، وقلنا ان انت دايما يبقى عندك، بيسموها في المحاسبة بورتفوليو، يعني محفظة مالية. لازم يبقى عندك محفظة مالية، بمعنى انه السيفنج اللي انت عملته او الاستثمار اللي انت بتعمله دايما وزعه ما بين كذا حاجة، وعندك انواع الاستثمار كتيرة جدا. هتلاقيني اتكلمت عليها في اللايف بتاع الكاش فلو، اعتقد اللايف رقم 5 في الفاينانشال ليترسي، هتلاقيه على الصفحة. دخلت في التفاصيل، ايه انواع الاستثمار، استثمر ازاي، اعملها ازاي، ايه اللي انا محتاج اعمله واوصل ليه. اخيرا وليس اخرا، احنا مستمرين مع بعض في اللايف ان شاء الله، في الحلقات القادمه ان شاء الله، كل يوم حد الساعه 8، او هيبقى ان شاء الله بقى 8:30 بعد كده، كل يوم حد. ولكن كلمه اخيره احب اقولها، انه عشان توصل لنتيجه ونتيجه ماليه صح، محتاج ان انت تتحرك وتعمل بلان بطريقه صح عشان توصل للنتيجه. بدون خطة، وخطة مكتوبة مدروسة يتم تعديلها وتقييمها كل 3 شهور، مش هتوصل للنتيجة اللي انت عايزها. فمهم جدا 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 عشان تشوف النتيجة بكرة، انك تبدأ النهاردة وتشتغل اول حاجة على الفاينانشال بلان. اعمل خطة مالية واكتبها قدامك، ابدأ تابعها، شوف النتائج بتاعتها كل 3 شهور. الصبر، زي ما بنجمع الفلوس على سنين، مش عايزين نصرفها على طول، خلينا نصرفها على سنين برضو. الفاينانشال بلان، الخطة المالية، واحدة من أول الخطوات اللي أنت محتاج النهاردة تبدأ تحطها على ورقة وقلم عشان تبدأ صح، تعرف توصل لنتيجة صح إن شاء الله.
شكرا ليكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.